تكوين بالنتيجة. أنا أعتقد بالأسبوع الأول عملت شيء. آه، خلينا شوية بس نفكر بالموضوع. برأيي أنا الشخصي أنه يعني أهم بلدين بالمنطقة مصر والعراق، مو السعودية فيما يخص الدين الإسلامي على فكرة. ليش؟ موقع جغرافي مهم، تيارات إسلامية راديكالية مؤثرة. عندنا سلفية، عندنا الإخوان اللي هو الإسلام السياسي طبعا، وعندنا الحركات الشيعية الميليشيات وغيرها. إذن هي هاي المنطقة برأيي، هي هذين البلدين هم اللي يتحكمون بالتيارات الإسلامية الخطرة. لهذا الإسلام أستاذ، نتكلم عن الإسلام السياسي، خطر جدا في هذين البلدين. لهذا قصدك اللي السعودية حصل، ولا؟ لا العراق ومصر. السعودية ما بيكون خطورة. نعم. العراق يعني تخيل مثلا أنت لو ونجية تمكنوا من حكم بلد كبير بتعداد 110 مليون نسمة مثل مصر، ماذا كان سيحصل؟ بلا شك سيكون معمل لتفريخ الإرهابيين. طبعا خلينا نرجع على التكوين. مثل بالعراق مثلا ما نقدر ما ممكن أنه تكون هناك ينشأ كيان مشابه، لأنه احنا عندنا الإسلام المتشدد مسيطر جدا. مصر مثل ما تفضلت الإمكانية موجودة، لأنه بلد كبير، التنوع العرقي الديني الثقافي، مثقفين كثيرين، إضافة إلى وجود مناخ أمني معقول، يعني أنه ممكن دولة قوية ممكن تضرب الإسلام السياسي. فنشوء أنا برأيي نشوء مركز أو حركة مثل هذا أنا أشوفها مهمة جدا في بلد كبير بتعداد سكاني. لأنه خلي في بالك أستاذي، إحنا عندنا مشكلة ليس مع دين بحد ذاته، وإنما مع الإشكالية مع التطرف العنف والإرهاب. نعم. مصر ترى يعني رغم أكو مثقفين، رغم أكو مسيحيين، ورغم أكو لا دينين، لكن بنفس الوقت أكو سلفية وأكو أخوانجية وأكو خلايا نائمة. لهذا أنا أشوف أنه تكوين رغم المؤاخذات اللي عليها هي فرصة لسحب الناس إلى منطقة العقلانية، وهذا الأمر اللي ما يريد الإسلامويون، هي هذه المشكلة. لهذا تشوف أستاذي أنه دولة جنجن وأنهم من أول ساعة لعقد مؤتمر تكوين وإطلاق إعلان إطلاق المركز، فمباشرة هجموا رجالاتهم بالإعلام بكل الطرق، حتى حللوا كلمة تكوين ونسبوها للصهيونية والماسونية وغيرها. وحتى وضعوا زجاجة مال خمر، طبعا بالصورة الأصلية ما فيها هاي الزجاجة. ولا انه مو بس هاي بلاغات للنائب العام، حتى دخلوا سياسيين واعضاء مجلس النواب على الخط. طيب شنو اللي سوته التكوين؟ اتهموها مباشره بعدهم ما قد تكلموا انهم طعنوا بالثوابت الدينيه. طبعا احنا كلمه الثوابت الدينيه، هو السؤال هو اصلا هي لو كان ثوابت دينيه اذا كان اختلفوا المسلمين، هو انت ليش انت بس سنه والسنه هم بس فئه معينه؟ فهي اساسا مشكله الدين الاسلامي انه اساسا ما بي ثوابت. فاي ثوابت الدين اللي طعنوها، ولو حتى لو كانت ثوابت من وجهه نظر معينه، هم ما طعنوا بالدين. ما قالوا يا لا يوجد اله ولا يوجد اسلام ومحمد ليس نبي، لا، مجرد اعاده قراءه الدين. سووا دعوه الغاء ترخيص انشائها، والاتهام مالتنا نفسه الاتوبيس السياحي الفاخر استاذي، اي نعم. هاي. صهيونيه وماسونيه، هذا القالب الجاهز اللي احنا نعرفه. أه، شنو مشكله التكوين؟ ليش هجموا عليها؟ لانه دعت فقط للتفكير، رغم انه جميع اعضائها مسلمين وهم اعلنوا انه يحترمون المؤسسه الدينيه. طبعا المؤسسه الدينيه احنا عندنا تحفظ، لانه مفروض انه الدين هي مساله عقيده، فكيف تكون بمؤسسه دينيه على العموم؟ وقالوا يابا احنا ما راح نعمل اي فتنه. خلي بالك أستاذي، مسألة التكفير مو جديدة على الدين الإسلامي. ترى على مدى تاريخها قصة التكفير، كل شخص حاول أن محاولة بسيطة لعقلنة الدين، لقراءة
لإعادة القراءة لتفسير متطور. أنا باعتباري مثلا رجل قانون، عندنا فد شيء بالقانون اسمه التفسير المتطور للقانون، لأن النصوص جامدة، فأنت حتى تبعث حياة بالنص وحتى يواكب العصر، فتستخدم التفسير المتطور للقانون اللي هذا يخليه يواكب العصر، يواكب التطور. يومية تشرع قانون نفس المشكلة، بس بنفس الإشكالية بالنسبة للدين. نشوف احنا على مدى التاريخ مثل ما قلت استاذي، مثلا الإمام الغزالي لما كفر الفلاسفة ابن رشد وغيره، لما كتب كتاب تهافت الفلاسفة، ولما قصة ابن تيمية ومن تمنطق فقد تزندق. هذا هو النهج الإسلامي، عنده إشكالية بالتفكير. اللي سوته تكوين قالت يا جماعة خلي نفكر. طيب ما احنا أيضا حتى بالعصر الحديث عندنا طه حسين وفرج فودة وسيد القمني وغيرها. إذن الإسلام إشكاليته مثل ما تفضلت حضرتك أنه غير مستعد لإعمال العقل أو حتى الحوار. بس حتى احنا شفنا المعلق أحد الأخوان اللي جايين يعلقوا اللي حضرتك، فكرة مجرد الحوار وطرح رأي آخر شوية مختلف غير مقبول بمكانهم. أنت تقول بالدين الإسلامي وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب يا حبيبي تعال جادلنا، في حين احنا عندنا مشكلة معضلة كبيرة، انه اكو مبدأ اساسي اللي هي حرية العقيدة، حرية الفكر، تؤمن او لا تؤمن. في حين انه هذا اللي حصل باختصار. احنا نستفاد من الدروس استاذي العزيز، نستفاد من الدروس انه هذا رسالة من الاسلام. يابا احنا لازلنا على منهاج السلف الصالح في العنف وفرض الإسلام بالإكراه وبحد السيف لو أتيحت الفرصة. لأنه باختصار أي حوار أستاذي حر وعقلاني حتى لو على طريقة تكوين راح يكشف عيوب الدين، بل يفضحها أمام الناس. خلينا نشوف شنو ماذا طرح التكوين، ماذا قدمت. يقول لك يابا احنا نريد نعزز الفكر الحر، التعايش المفتوح في المجتمع، تشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي بالقضايا الدينية. خلاص وين المشكلة؟ طيب زين احنا خلينا احنا كلادينيين موقفنا من تكوين، عندي نقد على موقف اللادينيين، يا اما مرحب او معارض. انا اشكاليتي وين المعارض؟ لان اكو مثل يقول عدو صديقي. طبعا هذا قياس مع الفارق، احنا ما نقول احنا عدونا المسلمين. انا ما عندي شخصين ما عندي مشكله مع الاسلام ولا المسلمين نهائيا. انا انقد فكره، لكن انا اهلي مسلمين واخواني واصدقائي وغيره ما عندي مشكله معاهم. فاذا ايضا خلي بالك استاذي، انت لما تريد تنقد الدين ما عندك طريقتين: تفكيك الدين هو الموروث الديني من الخارج مثل ما يفعل اللادينيين، وكو تفكيك الدين من الداخل مثل اللي تعمله تكوين وغيرها. الطريقتين استاذي مطلوبة. خلينا احنا استاذ منصور بالنسبة للطرح اللاديني، انا غالبا اشوفه انه يستهدف طبقة مثقفة، لكن أنت أغلب المتدينين هم من فئات ما دون المثقفة. فهذا تجي أنت بين ليلة وضحاها تقول له يابا ماكو دين وماكو إسلام والدين غير صحيح. هذا ما ممكن، ما ينجح. هاي الطريقة ما تنجح مع الكل، تنجح مع ثقافة طبقة مثقفة تفهم تناقش تحاور تسمع. لكن أنت أغلب المسلمين أول ما يسمع ملحد خلاص قفل باب الحوار، ما راح يسمعك، في حين هذول يناقشك من داخل الدين. فإذا فقط يحرك العقل النقدي، وهو أمر إحنا نسعى له. ما هو المشكلة؟ لأنه أساساً أستاذ إحنا ما نريد نقضي على الإسلام أبداً، لأنه بدليل مثلاً إحنا ما عندنا مشكلة والبوذية والهندوسية، رغم أنه إقرارنا أنه هذه هي أيضاً خرافة، لكن ما دامت لا تؤذي لا تتدخل في حياة الآخرين
ما عندي مشكلة فيها. إذن شنو اللي نحتاجه؟ نحتاج تنوع الأساليب وتكوين أحد هذه الأساليب. نحتاج إلى فرصة، إلى كيان يمنح الفرصة للمختلف للحوار حول الدين مهما كان هذا الكيان. يعني ما يهمني يعني هذا الكيان يكون سين صاد، المهم احنا اكو كيان من داخل المؤسسة الدينية، من داخل المجتمع الديني، يفتح الفرصة للنقاش، واللي حشته هو الأقوى هو من يبقى. ف يعني أنا أقول إنه حركة التغيير والتنوير دارت، لكن لن تقف إلى حد ما، وإلى بالعكس أنا أشوف أنه ممكن هذه الحركات بمختلف أنواعها، سواء طريقة أستاذ منصور، طريقة التكوين وغيرها، راح تؤدي بالنتيجة على الأقل إلى تحجيم الدين إلى أضيق حدود وبشتى الطرق وفي مختلف الاتجاهات من داخل ومن خارج الإسلام. يعني أنا أشوف أنه جر الإنسان المتدين إلى منطقة الحوار راح يعيد للعقل كرامته، اعتباره بعد أن عانى من ظلامية الأديان، بالذات دين إرهابي وقمعي مثل الإسلام. وأنا شوف السؤال اللي في اللايف شات يقول: هل الخطاب المهادن يرعب السلفيين؟ الجواب نعم يرعبهم، وبدليل هاي شوف ردود الأفعال والتنكيل والدعاوى المقامة الكثيرة. لكن أيضا احنا عندنا بالعراق المثل اللي يقول: العافية درجات. يعني الأمر بالتدريج، يعني مو بالضرورة مباشرة تقفز تقول له الله ماكو، تقول له دين ماكو. ناقشه حاوره بالدين نفسه. وين المشكلة؟ المهم عندنا اللي احنا نشترك به مع حركة تكوين وغيرها، انه نطرح منهج للتفكير ونعرضه على المنطق. هذا انا اشوفه افضل ما ممكن بالوقت الحالي استاذي. وعندك مثال، اعطيك مثال بسيط. صحيح كل اللي بتكوين مسلمين، بس احنا عندنا ايضا شخص مثلا السيد القمني كان يقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ويظهر يناقش الدين وحتى ينتقده. مثل ما قلت انه لانه الفئه الاغلب جاهله، عمرها ما فكرت انه تستخدم العقل وتستخدم المنطق، فلا بأس انه تظهر في حركه معينه ناس شويه مثقفه من منطقهم تحاورهم تجبره انه يفكر. ف اكو هوايه الكثير من الفئات بالمجتمع ما مستعد لهكذا قفزه مباشره، قفزه الى اللادينيه. لا، انت تجيبه للمنطقه. يعني لهذا انا اقول مثلا شخصيات كثيره رغم انه مسلم وتدافع عن الاسلام، بس ساهمت في على الاقل تخفيف الحوار، النهج المتطرف، تخفيف النهج العنيف. يعني راح افاجئك، يمكن هذا البن نمسه شو اسمه هذا الشيخ عدنان ابراهيم مثلا. نعم. رغم انه مسلم ويطرح طرح اسلامي، لكن انا اعتقد انه جاب الكثير الى منطق الحوار، ويمكن تكوين درجه اعلى من عدنان ابراهيم. اللي نريده احنا نوصل للمرحله اللي نريدها، انه لما الشخص الارهابي بفعل الدين لما يضع يده على الزناد، سواء بافكار تكوين او عدنان ابراهيم او دكتور قلقامش او استاذ منصور، لما يضع يده على الزناد يريد يطلق النار بفعل الدين، يفكر شويه او يتردد للحظه.